برشلونة، رغم أنه كما نعلم أن الصحيفة مقربة من الغريم ريال مدريد. بالتأكيد، بس هي كانت موضوعية تماما في تناولها، ولأن طبعا الرقم القياسي يفرض عليك، يعني أنا كصحيفة حتى لو مقرب من أي فريق أو من أي مكان، لكن طبعا ما يحققه الفريق برشلونة أعتقد أنه يفرض على كل الصحف في العالم أنها تحترم، لأنه بالفعل حقق رقم قياسي جديد، قدر أنه هو يتخطى رقم السابق لريال مدريد وغريمه التقليدي. أيضا يمكن الفريق كان في تخوف كبير جدا قبل بداية الموسم رحيل جوارديولا، لكن فيلانوفا اكد ان هو لا، بالعكس طبعا يمكن قدر ان هو يقود الفريق لبدايه تعتبر الافضل في تاريخ برشلونه حتى الان، وده بيؤكد ان برشلونه يعني قادر على ان هو يحطم ارقام قياسيه في الفتره القادمه. نعم. بالنسبة لبرشلونة ربما أيضا وميسي كل الظروف تسير في الاتجاه الإيجابي، يعني ميسي يحطم الأرقام تلو الأرقام، وبرشلونة أيضا الآن يعني هذه الجولة خدمت برشلونة عندما لعب الثاني مع الغريم أتلتيكو والريال، يعني أيضا الآن برشلونة يغرد وحيدا في الصدارة. بالتأكيد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد أعتقد أن نتيجتها في كل الأحوال كانت تكون دايما لصالح برشلونة. فوز الريال أعتقد أنه أبعد أو وسع الفارق ما بين برشلونة وأتلتيكو مدريد إلى 6 نقاط. لو حتى أتلتيكو مدريد هو اللي فاز كان هيكون الغريم التقليدي أو ريال مدريد ابتعد بشكل أكبر ووصل للفرق إلى 14 نقطة، فبالتالي أنا شايف نتيجة الأمس كانت في مصلحة برشلونة، والنتيجة اللي اتحققت هي الأفضل بالنسبة لبرشلونة في هذا التوقيت. بالنسبة لميسي أعتقد أن هو بيضرب بقوة، يمكن تألق الأخير يؤكد أن هو بالفعل قادر على تخطي الرقم القياسي اللي أحرزه مولر. يمكن هذا متوقع، يعني ماذا نتوقع من عناوين في الصحف في حال تحطيم مثل والله هذا ما قيل في السابق اعتقد يعني ان ميسي كلاعب من كوكب اخر او كلاعب خارق للعاده، يعني يمكن عناوين كثيره جدا تصب في مصلحه ميسي، ودي بتؤكد يعني كمان وبتضيف لرصيده الكثير ان هو بالفعل يكون هو المرشح الاقوى للفوز بلقب احسن لاعب على مستوى العالم من المره الرابعه على التوالي، وده برضه هيكون رقم قياسي كبير جدا. فانا شايف يمكن كل الامور بتصب في مصلحه برشلونه وميسي، وكلاهما طبعا اعتقد ان هو يخدم الاخر او يساعد الاخر على تحطيم الارقام القياسيه، ونتمنى بالفعل ان احنا نشوف المزيد من برشلونه ومن ريال مدريد لامتاع الجميع بكره قدم يعني نلاحظ انه ليست فقط الصحف الكتالونيه التي تشيد بميسي، حتى الصحف يعني التابعه لريال مدريد او المقربه من ريال مدريد مجبرة دائما على الإشادة ميسي، لأنه لا مجال هناك إلا للموضوعية في الحديث عن ميسي. هو الاعتراف بالحق فضيلة، وأنت لو قلت غير الواقع اللي موجود قدامك أعتقد أن أنت يعني خارج السرب، يعني بالتأكيد طبعا، وتنال انتقادات من الجميع. من يستطيع أن ينتقد ميسي أو لا يشيد بميسي، فبالتالي هو أداؤه بيفرض على الجميع أنه يشيد به. أيضا برشلونة يعني شايفين بدايته أداؤه القوي سواء في الليجا أو في دوري أبطال أوروبا، فأنا أعتقد أن هم الاثنين قدروا أن هم يفرضوا على المقربين منهم واللي غير مقربين منهم ان هم يشيدوا بيهم ويحترموهم. سنواصل الحديث مع الصحف الأوروبية وما تناولته هذا اليوم.